السلام عليكم خوتي خواتاتي متبعين ديالي العزاز الغاليين، شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وصحيحة جيدة. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد الكيش سائل، نتمنى يعجبكم ونخليكم مع الوصفة ومع طريقة التحضير والمقادير. كيف ما كتشوفوا المقادير اللي غادي نحتاج فيهم هما قدامكم. غادي نحتاج واحد الكاس ديال الحليب وكاس ديال الفورس وجوج بيضات وواحد العلبه ديال الطون ديال الزيت وشويه ديال الزيت مقطع، شويه ديال الزعتر للتنسيم وشويه د الملحه وشويه د البزار وواحد البصيله متوسطه غادي نشحرها مع الزيت. غادي نشحرها ان شاء الله بالزيت ديال هذا ديال الطون باش ما نضيعوش، نشحروها نيت بالزيت تاع الطون. وواحد المعلقه ديال الجبن، اي جبن كان عندكم، معلقه كبيره ديال الجبن وشويه ديال شويه ديال الفرماج محكوك احمر محكوك. انا ما عنديش، غادي نعوضو بهذا نيت راه احمر ولاني ديال الساندويتش غادي نعوضو به، غادي نقطعو طريفات ونعوض به الفرماج المحكوك. صافي يلا بسم الله على بركه الله. غادي نبدا ان شاء الله. غادي نشد هذيك البصله هي الاولى نشحرها مع الزيت باش يلا تبرد ليا. غادي نكب عليها داك الزيت ونشحرها مزيان حتى تدبر وتحمر وتذهب ونخليها على جنب تبرد. عاد نجي ان شاء الله نبدا نخلط الكيش ديالي. غادي المول غادي ندهنهم بالزبده ونرشهم بالطحين كيف ما كتشوفوا. هاد الكيش راه بنتي ديالي صوباتو، قالت لك دابا العطله مع العطله غير جالسين، قالت لك نصاوب شي حاجه عزيز عليها تصوب بحال هاد الشيء الخفيف بحال هكا. انا غادي ندهن لها هاد الليمون، هي راه كتخلط الخليط. وعطله سعيده لجميع الوليدات التلاميذ كلشي، وتكونوا دوزتوا حتى نتوما مع وليداتكم عطله سعيده. كيف ما كتشوفوا البصله راه هي تشحرات وتبلات. صافي غادي نخليها على جنب ونخلط. تبدا تخلط بنتي الخليط كتشوفوا يديواتها. المهم غادي تهرس البيض في الاناء ولا بانيو ولا الانيه فاش كتخلطوا. المهم انا عندي هذا البانيو كنخلط فيه. غادي درت جوج بيضات غادي تطربهم. هذه فرصه ديال اللي عنده شي وليدات ولا بنيات بحال هكا في العطله، يعطيهم فرصه حتى هما يدخلوا للمطبخ ويعاونوا بشي حاجه. المهم غادي ندير الملحه والبزار. انا سمحوا لي النوبه كنقول كندير النوبه راه هي الخدامه. المهم انا كندخل الصوت. ندير هذيك جوج بيضات، درت الملحه والبزار وغادي تطرب مزيان يتحلى داك البيض. ودرت شويه الزعتر بعد ما غسلناه. هو كمون السيم اللي بغى ينسم بشي حاجه اخرى ينسم، اللي عنده لي سيبولات ولا شي بحال هكا شي منسمات ينسم بهم. المهم انا درت الزعتر هو اللي كيكون موجود عندي. المهم غادي تحركوا داك البيض مع ديك التنسيمه مع الملحه والبزار. غادي تزيد دابا الكاس ديال الحليب غير عادي ماشي زعما سخون ولا شي حاجه، غير الحليب بدرجه حراره المطبخ وصافي. صافي هذا الكيس سائل كيجي ساهل زعما في التوجات. المهم كتكون شي حاجه شي عطله شي حاجه ضروري كتبدا تخربق شي حاجه، نخليها تنعطيها فرصه باش تعلم حتى هي شويه وتبغي الطبخ وتبغي الكوزينه. المهم زيد داك الزيتون مقطع وهذيك البصيله اللي مشحره حتى هي زادتها. كنتمنى النجاح لجميع الوليدات والتفوق في الدراسه ديالتهم، والله يعاونهم ويسر لهم الامور مع الحفاظه ومع مع البريباراسيون ديال هاد الامتحانات دابا اللي على الابواب. الله يسر الامور والله ينجح الجميع. صافي غادي تحرك هذوك الخليط كلشي داك المقادير غادي تخلطهم. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الجبن. انا كان عندي غير بيرلي، غادي نعوض واللي عنده اي جبن عندكم ديروه. اللي ما بغاش يديرو هي غير هذا غير زعما غير حاجه زدناها وصافي. اللي ما بغاش يدير وما عندوش ما يديروش، تقدروا تستغناو عليه. صافي غادي نزيد داك شويه ديال داك الجبن ولا سميتو داك الفرماج محكوك. انا كيما قلت لكم ما عنديش الفرماج المحكوك احمر. درت انا غير هذا الساندويتش قطعناه طريفات رقاق بحال هكا مربعات رقاق. صافي غادي نزيدو نقضيو بغرض. المهم يزيد شويه المذاق، ماشي ما عنديش ما نديرش. المهم حاجه كنعوض بها حاجه والوقت غادي هكاك. صافي غادي نزيد داك الكاس ديال الطحين فورس مغربل مع خماره. راه هي كتوريكم المقادير، يا راه كيعجبها هادشي ديال الطبخ.
كتزيد دابا هادشي اللي بقى ديال المقادير صافي، غادي تخلط الخليط ديالها كلّه صافي، ونديروهم في دوك ليمول بعد ما دهناهم بالزبدة كيف ما قلت لكم بالزبدة ومرشوشين بالطحين. ويمكن لكم تعوضوا الطون بالكفتة مشحرة ولا الدجاج مشحر، المهم ماشي تقيدوا بالوصفة اللي عطيتكم انايا، تقدروا تعوضوا حاجة بحاجة. صافي انا غادي نشدهم، هادي دابا انا غادي نعمر ليمون، ما غاديش تعرف تعمرهم هي، غادي نعمرهم انا. صافي الفران راه كيسخن، غنشعلو من الفوق ومن التحت حتى يسخن، وصافي ندخلهم ونخليه على درجة مئوية تكون متوسطة باش ما يتحرقوش ولا شي حاجة، طيبوا باش يدخل ليهم الطياب لداخل وما يجيوش معجنين من الداخل، المهم تدخل كيجيو رطبين ومفشفين وزوينين وبنان. صافي غادي نعمر انا دوك ليمول، صافي غادي ندخلهم يطيبوا، نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيبوا. صافي بعد ما عمرت الليمول ديالي كلهم، الفران كيف ما قلت لكم راه سخناه، صافي غادي ندخلهم يطيبوا من الفوق ومن التحت يتحمروا، ونخرجهم ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صافي بعد ما طابوا الميني كيش ديالي، هذا الكيش سائل، خرجتهم من الفران كيف ما كتشوفوا تبارك الله، شفتيهم كيفاش دايرين، محمرين من الفوق ومحمرين من التحت، صدقونا كيجيو هشاش ورطبين وخفاف وساهلين في التحضير وما فيهمش مقادير بزاف. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم وتجربوهم. شوف كيفاش كيجيو هشاشين وزوينين. الى هنا كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله، وشي وصفه ان شاء الله اخرى تكون في اقتصاديه وفي المتناول. واللي وصلت لهنا ما تنساوش من لايك فضلا وليس امرا، ومش مشاهده كامله، ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تدعم الفائده، ومن الكومنتيرات المحفزه. جزاكم الله خير وجعل الله لكم في الميزان المقبول. هذا هو الشيء اللي هو نضمن فيكم، وهادشي اللي كنتمناو وكنترجاو منكم، الدعم والتشجيع. جزاكم الله خير، وكل حاجه راه باجرها.